بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الدكتور شريف كمال عبد العال، استشاري الأنف والأذن والحنجرة. طبعا بمناسبة قدوم شهر رمضان في حاجة مهمة جدا بتفيد الناس كلها. ايه اللي ممكن في وسط علاجات طبيب الأنف والأذن ممكن تأثر على الصيام، يعني تبقى من المفطرات. طبعا اي حاجة عن طريق المعدة طبعا دي معروفة للناس كلها، دي تفطر سواء كبسول سواء شرب. كل الحاجات ديت لو نزلت المعدة فطبعا ممنوعة فترة الصيام. ولكن في حاجات بقى اللي هي النقط، سواء نقط الأنف طبعا دي ممنوعة فترة الصيام على الإطلاق، لأنها بتنزل للمعدة وبالتالي تفطر المريض وتفسد صيامه يعني. نقط العين برضو ممكن تنزل للأنف عن طريق قناة بتوصل من العين للأنف، ولو وصلت للأنف برضو ممكن توصل للزور للمعدة، يبقى برضو تبقى مفطرة. تمام. ولكن في بقى نقط الأذن مش مفطرة، سواء يعني نقط مذيبة للشمع أو الطبيب بيستخدم يعني أنواع كتير من النقط، مضادات حيوية أو ما شابه. كل ديت ما توصلش لغاية المعدة وبالتالي لا تفطر، إلا إذا كان المريض بيعاني من مرض مزمن مثلا، وليكن ثقب في الطبلة. فوجود ثقب في الطبلة ده بيسمح بمرور النقط من ودنه لغاية زوره لغاية معدته، وبالتالي دي تبقى من المفطرات. مع أطيب أمنياتي برمضان كريم وسعيد على الناس جميعا، وربنا يعيدها عليكم كل خير يا رب إن شاء الله. كل سنة وانتم